ما تعرفيش تسوقي، ما تعرفيش كيفاه تخدمي، ما تعرفيش كيفاه تبيعي منتوجك. اليوم جبت لكم فيديو خاص بالموضوع هذا. صباح الخير عليكم البنات، واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح كما قلت لكم في اول بدايه الفيديو نبداو بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نتطرقوا الموضوع تاع كيفية تسويق المنتوج تاعنا، وش هم الحوايج اللي راكي باش تحبي تبدي مشروعك لازم يكونوا عندك. اول حاجه لازم تكوني تحطي الهدف تاعك، واش حابه تخيطي. في المثال حابه ديري خياطه تاع القناضر، حابه ديري خياطه تاع الملابس الجاهزه تاع العرايس، حابه ديري ملابس الاطفال، حابه ديري فراشات، حابه ديري دراوات، حابه ديري بساطات. يعني هذوم كامل هذوما كامل يعني انت ديري الهدف تاعك الاول. اول حاجه لازم تكلي على ربي سبحانه. ثانيا لازم تحطي الهدف تاعك وش هو، لازم تسطري الحاجه اللي راكي حابه تخدميها ولا الدومين اللي حابه تدخلي فيه كمشروع، يعني باش تبدي مشروعك. اول حاجه لازم تكوني عندك كما يقولوا عندك فيسبوك، عندك مواقع التواصل الاجتماعي باش توصلي المنتوج تاعك. ثانيا لازم تكوني لازم تسوقي المنتوج تاعك. تبديه اول حاجه من بيتك. كيفاه من بيتك؟ لجيرانك، لصحاباتك، لحباباتك، فاميلتك، يعني هذم كامل. يعني حاولي انك تنعتي المنتوج تاعك ليهم. يعني رغم كيما نقولوا الفاميلا ممكن الفاميلا لا، يعني الفاميلا في بعض الاحيان، يعني في بعض يعني الاشخاص ما نظنش الفاميلا راح تشري من عندك المنتوج. هذه بارتو، يعني ماشي غير في بلاصه واحده. كيما قلت لك يعني هذا هم الحوايج الاولى اللي تبدي بهم. اولا اول حاجه كما قلت لك لازم تكوني عندك يعني الحاجه اللي بغيتي تبدي بها. ثانيا لازم التسويق تاعك يبدا من بيتك. ثالثا بعد لازم تخدمي خدمتك. اول حاجه تبدي منتوجاتك انت، لازم تنسقي الالوان، لازم تكوني يعني عندك طولة البال، لازم تكون عندك يعني تكون عندك الإرادة ثانيتك، ولازم طولة البال. هذوما زوز يعني نأكد لك عليه مليح. لازم يعني لازم تأكد عليه مليح. لازم تكون عندك تشوفي روحك طويل بالك واسع، وتكون عندك الإرادة. هذوما زوز، وحب العمل هذوما. يعني أنا هدرت لكم طرقت لكم في فيديو من قبل. حب العمل يعني كون ما تعوديش تحبي الخدمة تاعك مش راح تخدمي، مش راح ديري اي حاجه. كي تحبي العمل تاعك راح تبدعي فيه، راح ديري حاجه جديده فيه. ما تقعديش غير في الحاجه التاليه، حاجه كما يقولوا حاجه ديمودي، وتقعدي غير تخدمي ولا غير تنقلي على الخياطات الاخرين ولا على المصممين الاخرين وانتي تهزي الموديلات. لا، لازم تكوني تحبي العمل وتكوني مبدعة في خدمتك. هذوما يعني البنات اللي يحبوا يخدموا مشروعهم يعني تبعوا الطريقة تاعي، وبإذن الله راح ينجح لكم المشروع تاعكم. تبعوا النصائح هذوما وبإذن الله راح توصلي وين حابة انتي. ثالثا وش راح نقول لك؟ شوف تنسيق الالوان لازم تكوني منسقه الالوان، خاصه كي تعودي تخدمي. ماشي كيما تجيب لك وحده السلعه هذيك دبر راسها هي اللي جابت لك السلعه وانت عليك غير الخدمه. لا، في المثال راح انت اللي تخدمي المشروع تاعك وتبيعي تسوقيه. يعني ماهوش كيما نقولوا تعجب لك الكليون تقول لك خيطي لي هذه ولا ديري لي هذه. هذيك هي اللي خيرتك الالوان، هذيك ترجع لها هي اللي حابه اللون هذاك. بس احنا نهضر لك على الالوان اللي البنات اللي يخلولك يعني يعطوك لك انتيا ويقولوا لك اشري لنا السلعه ودبر راسك في اللون ودبر راسك يعني في الاخر. لازم تنسقي لها الالوان باش كي نهار اللي تجي تدي حاجتها تنبهر بخدمتك، ماشي بالخدمه وحدها. يعني الخدمه وحدها كاينين خياطات يعني نشاهدوا فيهم خياطتها ما شاء الله، بصح ما يعرفوش ينسقوا الالوان. الخدمه تحمد تروح
فك الالوان هذيك اللي خيرتهم لهم باهتين، ولا الوان ماهمش متناسقين لبعضاهم، كيما هكا تولي خدمتك انت والو كان كشتا مليحه وكشتا متقونه وكلش، بصح كي تعودي الالوان تاعك ما خيرتيهاش مليح راح تروح ليك الالوان، راح يعني الالوان تاعك تجيك يعني كما يقولوا هي اللي تفزدلك تفشلك المشروع تاعك. ثالثا لازم تكوني صبوره مع الزبون. رابعا لازم تكوني صبوره مع الزبونه. الزبون لازم يعني راح تطيحي في فئات ياسر. كاين اللي تشجعك وتزيدي تفرحي باش تقدمي، وكان تزيد اللي تحبطك باش تهبطي. بصح لازم تكون عندك شخصيه قويه في الخياطه، لازم تعود عندك شخصيه قويه باش تقدري تخدمي مع المجتمع. يعني الفئات تاع الناس ماهمش الكل زي بعضاها، وماهمش مام تخير لك اللون وتخير لك الموديل، وتشوف الموديل باللي راكي خيطتيه انت من قبل وتجيبيه لها، نهار اللي تحطيه لها قدامها تقول لك لا ما بغيتش هذا زي كما ما تصورتوش يخرج لي زيك. هذه لازم تكون انت عندك كما قلت لكم طولة الباب، وتكون عندك الشجاعه انك يعني تحاولي انك تفهمي الزبونه يعني باللي الموديل هذا خيرته هي دارته هي. كيما هكا البنات راح تنجحوا في المشاريع تاعكم. يعني هذا من المشاريع. كوني يعني حيلية في المشروع تاعك. في المثال كاينين في التسويق تاعنا كيما حنا درك نروحوا للحوانت نلقوا لي موديل، نلقوا يعني اشكال وانواع. انت حاولي انك تهزي موديلات اللي تشوفيهم راهم يمشوا ياسر، اللي ادخلي المواقع التواصل الاجتماعي خيري لي موديل مليحه، خيري اللي عليهم الطلب، خيري اللي تلقي عليهم كثرة الأسئلة، يعني هذه بقداه ومنين شريتوها، بقداه الكمخة هذه، بقداه السلعة هذه، بقداه هذه. يعني كيما هكا تكوني انت راكي درتي المشروع تاعك درتيه يعني قيمتيه وحدك. يعني الحوايج هذوما كل لازم قبل ما تبدي مشروعك لازم تدرسيهم. تدخلي المواقع التواصل الاجتماعي كيما قلت لك، ديري أسئلة، حاولي انك ديري أسئلة للخياطات. يعني كاينين خياطات يعني يجاوبوك عادي، تسقسيهم يعني وش هي الحاجه اللي راهي طوندونس في الخياطه، وش هي الحاجه اللون راهو المفضل يعني كيما نقولوا للعرايس، وش هو اللون المفضل لربات البيوت. كيما هكا تكوني ديتي معلومات كافيه باش تحلي المشروع تاعك وتبدي المشروع تاعك من دارك. كاين ثانيتك تحبي تحلي اتولي، ثانيتك لازم تدرسي المشاريع، لازم تكون عندك التجاره الالكترونيه، لازم تفهميها. طريقه التسويق، كيفاه تسوقي منتوجك، كيفاه تصوري منتوجك. هذوما كل البنات يعني لازم تدرسيهم قبل ما تبدي، خاصة لو كنتي مبتدئة وحابة تبدي المشروع تاعك. البنات هذا الفيديو مهم 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 جدا اللي حابة تبدأ مشروعها من دارها. تنسيق الالوان، الخدمه مفينيه، لازم تعود عندك طولة البال. هذوما كلها لازم تحطيهم بعين الاعتبار. لازم تعود عندك شخصيه قويه. ما تقوليش الخياطه تحب غير تاع تخدمي. قلت لكم يجيكم بنات يعني يجيكم هكا اشخاص محبطين، يحاولوا ان يديروا لك احباط في الاخر. كون ما تعودش شخصيتك قويه راك فيك شهر شهرين راح تفشلي. قادر تكون حتى من داركم، يعني قادر تكون حتى من فاميلتك، قادر تكون حتى من جيرانك. يعني تجيك وحده كما نقول لهم انا اعداء النجاح. هذوما اعداء النجاح، هذوما راح يحبطوك، يعني خاصه لا ما عندكش شخصيه قويه راح يفشلوك. حاجه اخرى البنات كما يقولوا لازم الخدمه تاعك يعني تسوقيها في اللي جروب. هذه ثاني طريقه تاع التسويق. كيف ديري في المثال الجروبات خاصه اللي في المنطقه تاعك وين تسكني. حاولي انك تحطي الرقم تاعك تاع الهاتف، حاولي ماشي تحطي المنتوج تاعك ومن بعد ما تروحيش تجاوبي الاخوات والاخوه والاشخاص اللي يسالوا فيك. لازم غير تكوني يعني قد الخدمه تاعك، ماشي تحطي المنتوج طيشيه في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي وتخليهم بلا ما تجاوبي على الاسئله. لو حطيتيهم كي ما تجاوبيش على الاسئله. الثمن ديريه ما ديريش بريفي. كاينين عباد ما تحبش تدخل البريفي. انا قداه وحده نشوف هكا تلقاها تسقسي على حاجه منتوج تقولها روحي البريفي، تقولها ما نجيكش، حطي لي البري هنا على نجيك البريفي. ما هيش حاجه عيب.
انت ديري منتوجك، انت اللي ديري له السومه، ما يديره لك حتى واحد. انا سقسيت واحده قلت لها علاه يعني كي تحطي المنتوج تاعك تروحي تقولي لهم بريفي؟ قالت يا مي سينيالو لي يخطركش انا نحط بري وهما يحطوا. كل وحده حره في روحها. لكن هي شرات السلعه ب100، انا شريتها ب50. علاه نحسب على كيما سومتها هي؟ كل وحده تحسب على سومتها، كل وحده تحسب على تعبها. كان هي تعبت، انا تعبت في الخدمه هذيك وحسبت البري تاعي، وهي ما تعبتش عليه. يعني خدماته بطريقه اخرى ما تعبتش عليه. كيف راح تدي معايا نفس البري ولا ما ولا تسينياليني؟ لا، كل وحده حره في السعر تاعها. حطي السعر تاعك، ما تحطيش بريفي، حطيه قدام الناس. ديري المنتوج تاعك وحطي في المثال مخاد ب100,000، زوز ب100,000، حطي زوز مخاد ب100,000. واحد ما يسالك في خدمتك. ما كانش ضرائب اللي راح تقولك الفيسبوك لازم ديري بري زي بعضاكم توحدوا البري، ولا كل وحده كيفاش شرات سلعتها. كاينه وحده شرات ديتاي، وحده شرات كرو. دركا كي تشري كرو ماشي كيما تشري ديتاي. هذه هي البنات لازم تتبعوهم اتبعوهم الخطوات هذم باش ينجح لكم مشروعكم. جاتك وحده البريفي ثانيتك جاوبيها، خلي لها رقم الهاتف باش تطمئن. ما تخدميش شوفي بلا، خاصه البنات البعاد واللي تحب يعني كيما انا نخدم هيك من داري، ما تخدميش بلا فيرسمون. انا قداه مرات صرالي تاع نخدم بلا فيرسمون، نكمل خدمه نلقاه بلوكتني من الفيسبوك، حطتني في الرجوتي. يعني الله المستعان، نولي السلعه ذيك تولي تخسر لي. لكن عندي خدمه بها اخرى خدمه، ولا ما عنديش تروح ثانيتك تاع تخدمي بالعربون ومن بعد تجي تقول لك رجعي لي عربوني بطلت، ولا ما حبيتش نخدم عندك راح نخدم عند. شوفي اختي العربون انا سقسيت عليه قالوا راهو حلال العربون، مادام دفعت العربون وشريتي به سلعه ما عندك حتى هضره معاه، كمل لك خدمتك روحي دي خدمتك. كما قلت لكم لازم يعني كما يقول المجتمع هذا كبير وعقليات، وكل واحد زي واحد يقول لك لا ما نحبش الخساره تكملهم لي وتخدمهم لي، وحده تكملي تخدمي تكملي كلش تجي تقول لك لا ما بغيتش ها بطلت ما حبيتش راح نديهم، ولا تقول لك لا صاي الينيت العرس تاعي مش راح نديهم. دبر راسها، انا بعثتي لي العربون نخدم لك، ما بغيتيش ما بعثتيليش العربون مش راح نجي نلزك ونقول لك لا اخذنا نخدم لك بالسيف. شوفي دفعتي العربون اللهم بارك نخدم، ما دفعتيش العربون ما نخدمش، مهما تكوني مصره باش راح تخدمي عندي. ادفعي لي العربون نخدم لك. هذا من البنات طريقه كامله، كامله يعني لازم تدرسيه مليح مليح. اول مشروعك تبديه لازم كيما هيك البنات باش يعني المشروع تاعك ينجح ويستمر، وتكوني يعني في المستوى، وتكوني يعني قد طموحاتك. هنا البنات نكتفي بالقدر هذا، وباذن الله راح نزيد نطرقوا باش ما يجيكمش الفيديو طويل ياسر. حبيت هيك نطرق لكم الموضوع هذا. باذن الله راح نزيد نكملوا نقاط اخرى في فيديو اخر. والبنات نقول لكم حاجه، لازم تكونوا صبورين صبورين صبورين. اكدوا لي على الصبر، اكدوا لي عليه. كما نقولوا الصبر في الماشينه، صبر في الخياطه، صبر في الكليون، صبر في القماش اللي تشريه. يعني قادره تطيحي في قماش يتعبك، هذوما كل لازم تكون عندك طولة البال. طولة البال هو الصبر. كي تعودي صبوره وبالك واسع راح تخدمي مشروعك وينجح. ما بقى لي غير نقول لكم صحه بعد الفطور، وفي امان الله. نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. وسمحوا لي البنات على الحس، يعني حاولت ان يعني ندير لكم فيديو على المباشر خير ما ندير لكم فيديو مونتاج وكيفاه ولا ذاك. لازم نهضر لكم طول على المباشر باش تسمعوا يعني هضرتي وديروها في وذنيكم مليح. اللي حابه مشروع اتبع ساجد في الخطوات هذه، وباذن الله حنزيد نطرق الخطوات جايه باذن الله في الايامات القادمه. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.